يا مساء الفل، يا مساء السعادة على احلى اصحاب واحلى عيله واحلى اخوات. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ولا من دعمكم ليا. عملت لنا النهارده ايه؟ يوميات سحر. عملت لكم صينيه جلاش تحفه جميله جدا، تحطيها على احلى سفره هتعجبك، لانها فعلا جميله والطعم ألذ منه مفيش، والشكل خطير جميل جدا، حاجه تشرفك. ومعلقتين سمنه ومعلقتين زيت، ولا توريق ولا تعب ولا فرفطه. جميل جدا. عاوزه تشوفي الجمال ده والحلاوه ده اتعمل ازاي؟ يلا بينا نخش نتفرج على الفيديو كامل. ولا تنسيني في لايك ولا في اشتراك ولا كومنت حلو زي كده يا عسلية. يلا بينا نخش نشوف الحلاوة والجمال ده اتعمل ازاي. بقلبي نعمل مع بعض طريقة جلاش حلو قوي. وفري بقى تعبك ومجهودك. نعمل طريقة حلوة سهلة وبسيطة ومش متعبة خالص. صفي المية تحت الزبادي. ادي حطيت علبة زبادي، والطعم ألذ منه مفيش. معلقة كبيرة صلصة، معلقة وش قشطة، وش لبن قشطة، 3 معالق سمنة، معلقتين زيت. وكل ده هقلبه كده مع بعض. ادي التشريبة جميلة جدا بتاعت الجلاش، وطريقة حلوة وسهلة وبسيطة، والطعم ألذ منه مفيش، مش هياخد منك وقت خالص. حبايب قلبي انا عملت التشريبة بتاعتي بقت تمام اهي، حلوة قوي. جبت بقى واحدة جلاش كده، وابتدي كده ادهن من التشريبة اللي انا عملتها. صدقوني طريقة حلوة جدا وطريقة بسيطة ومش هتاخد منك اي وقت، والطعم خرافة. اجيب واحدة تاني، احط دي على دي، واجيب بقى معلقة كمان كده. هحط بقى اللحمة المعصجة او شاورما او جبن اللي عندك حطيه، واللي عاوزة تحطيه حطيه. تمام كده. وهجيب بطاطس محمرة، طبعا كلنا بنعرف نعمل المعصج، اللحمة المعصجة، وبنعرف نحمر برضو البطاطس. وهجيب كمان جبنة موزاريلا وزيتون، وهمسك الاتنين كده مع بعض والف كده، واجيب دي على دي ودي على دي بالراحة بس كده عشان مفيش حاجة منك تتقطع. وابتدي الف بالراحة. واجيب الصينية بتاعتي دهنها سمنة بسيط، وابتدي احط الجلاش بتاعنا. اعمل واحدة تاني لحبايبي، اجيب واحدة تاني احطها، وابتدي بالتشريبة اللي احنا عملناها. طريقة والله جميلة جدا وهتحبيها وتعتمديها على طول، لانها فعلا تستاهل التجربة. واوعي تنسيني في لايك ولا في اشتراك ولا كومنت حلو زي كده يا عسلية. واحدة احط فيها التشريبة والتانية لا. وابتدي احط العصاج بتاعنا اللي هو اللحمة الفراخ ايا كان اللي انت عاوزاه. وهحط البطاطس، بطاطس طبعا محمرة، كلنا زي ما انا قلت لكم بنعرف نعمل البطاطس المحمرة. والزيتون، عاوزة تحطي الزيتون ماشي، مش عاوزة مفيش اي مشكلة، بس انا عندي عيالي بيحبوا صراحة الزيتون فيها. نقلب دي كمان كده. طريقة صدقوني جميلة جدا، بالراحة كده عشان خاطر ما تتقطعش منك. وابتدي امسكها كده واقلبها.
بصوا مقفوله ازاي. ابتدي بالصينيه بتاعتي برضو جنب بعضهم كده وهحطهم. بصوا يا بنات، وانا بقى الفها واجيلكم تاني. ادي الجلاش معانا اهي، واللي فاض مننا هنمسكه كده. كل التشريبه اللي فاضت مننا دي هنحطها من فوق. تعجبك جدا، هتقولي فعلا يا سحر طريقتك جميله قوي قوي. تعمليها كده للعيال كده، رمضان غير رمضان الطريقه تحفه. والعيال اصلا عيالنا كلها بتحب ايه الاكل ده. وانا مولعه دلوقتي الفرن على 150. هحطها في الرف الوسط تحمر من تحت. حمرت معاكي من فوق اوكي، ما حمرتش ولعي لها الشوايه. هاخد بقى الجبنه بتاعتنا وهحط كده من فوقيها على كل واحده كده. هحط الجبنه بتاعتها. وهحط برضو الزيتون من فوق كده. حبايب قلبي ادي الشكل جميله جدا. هبتدي بقى كده احطها في الفرن زي ما انا قلت لكم في النص. حمرت من تحت اولع عليها الشوايه. نشوفها مع بعض لما تطلع. حبايبي احلى صينيه جميله جدا، الشكل خرافه والطعم اكيد ألذ جميل جدا. نفسي تجربيه عشان تشوفي فعلا الطعمه واللذاذه. يلا مع بعض نحطها ونقدمها مع بعض. احلى طبق جلاش جميل جدا تحفه بجد. بصوا يا بنات، بصوا يا بنات، تحفه بجد. بسم الله الرحمن الرحيم. تحطيه على السفرة على الطبلية، حاجة تشرف وحاجة جميلة جدا بجد. حلوة أوي أوي أوي. نفسي تجربيها وتقولي لي ايه رأيك فيها، لأنها فعلا هتعجبك أوي أوي أوي. الله الله بجد يا سحر. بصي تحفة بجد، ولا توريق بقى ولا أي حاجة. بمعلقتين سمنة ومعلقة زيت ومعلقتين زيت عملنا أحلى طبق. احلى طبق جلاش جميل جدا. هتحطيه على السفره يشرفك جميل جدا. انا كده وصفتي خلصت، واتمنى ان انت تجربيها وتقولي فعلا يا سحر جميله جدا. واقول لكم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.